السلام عليكم أعزائي المشاهدين ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم بتتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول خوجة. فيديو اليوم هو عجينة الكرواسون الجاهزة، رح نحشيها بعدة حشوات مختلفة. تابعوني للأخير مشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. شوية عندي اياها جبنة، انا بستخدم هون الجبنة السورية. حطيت عليها شوية حبة بركة ونعناع يابس وفلفل احمر مطحون، فيكن تستغنوا عن الفلفل الاحمر. وبدنا نقلب هالمكونات كلها مع بعضها. هيك صارت عندي حشوة الجبنة جاهزة. طبعا فيكن تستخدموا اي نوع جبنة متوفر عندكم او انتو بتحبوه. رح نجيب عجينة الكرواسون الجاهزة متوفر بكل السوبر ماركات الألمانية. رح ندور على السهم ونبلش نفتح من عنده. بعد ما نفتح الورقة للأخير رح نسحب من اليسار لليمين وكأنه عم نفتح مفرقعات النارية. هيك صارت عندي العجينة جاهزة، وهلأ بدي بلش فتح أول كرواسون. مثل ما انكم ملاحظين الكرواسونات مقطعة ومحددة، يعني نحن بس بدنا نمشي على الخط بالسكينة. يعني عن جد عجينة ولا أسهل من هيك ولا أروع، متوفرة دايما بالسوق. فينا نجيبها نحطها عنا بالبراد وإمتى ما حبينا نستخدمها. هلأ بدنا نحط الحشوة. بدنا نحط الجبنة اللي سبق وجهزناها وبعدين نلف العجينة على شكل رول مثل ما لكم شايفين بالفيديو. طريقة ولا أسهل من هيك. وبعدين بدنا نسكر الأطراف. هيك صارت عنا أول كرواسون بالجبنة جاهزة. رح أعمل معكم وحدة تانية. بالنسبة للحشوات طبعا فيكم تحطوا أي حشوة انتو بتحبوها. فيكم تحطوا مربى، وفيكم كمان تحطوا قطع شوكولا، أو كمان فواكه أو كاستر. يعني فيكم تحشوها الحشوة اللي انتو بتحبوها. هيك صارت عنا كمان تاني كرواسون جاهزة. أنا هلأ بدي استخدم شوكولا نوتيلا. مثل ما قلت لكم فيكم تستخدموا النوتيلا السائلة أو فيكم تستخدموا قطع شوكولا. فيكم كمان تحطوا مكسرات فيها. هدول الخيارات كلها بترجع لإلكم. بعد ما خلصنا حشو الكرواسون بدنا نحطهم على صينية ونحط تحتهم ورق زبدة، وبدنا كمان ندهنهم بالبيض، وفيكم تدهنوهم بالزبدة كمان. وكمان بدنا نكون حامين الفرن على درجة حرارة 180. بعد ما خلصنا دهن البيض بدي رشهم سمسم. طبعا بدي رش سمسم على اللي حشيتهم جبنة، واللي حشيتهم شوكولا بدي احط عليهم بندق مطحون. وفيكن انتو تحطوا المكسرات اللي بدكن اياها. فيكن تحطوا كمان لوز مبشور. هيك صاروا عندي جاهزين. بدي احطهم بالفرن حوالي 15 او 20 دقيقة. فيكم كمان تحطوهم بالاير فراير. هيك صاروا عنا الكرواسونات جاهزين. طلعتهم من الفرن بعد حوالي تلت ساعة. طلعوا معي بهالشكل المحمر الذهبي وطبعا انتفخوا.
بدي فرجيكم تبعت الجبنة. طبعا ما ساحت مثل الجبنة الموزاريلا لأن هي الجبنة السورية ما بتسيح، بس طعمتها كتير طيبة بالكرواسان. عجينة كتير سهلة وسريعة وكمان طيبة متوفرة بشكل دائم، فينا نستخدمها بعدة وصفات. عن جد أتمنى أنكم تجربوها. وفي عندي هي تبعت الشوكولا مثل ما انكم شايفين، كمان منظرها ما أحلى وطعمتها كتير طيبة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشاركوه مع أصدقائكم، وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.